السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. سعيده باش نلقاكم في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا على ما يرام وتكونوا في احوال جيده. اليوم غنوجد معكم هاد لي شوسون مالحين بعجينه ساهله كيجيو رطبين ولذاذ بزاف. كنتمنى ان شاء الله تتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير، وكنتمنى الا عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا بجيم وتشاركوها مع اصدقائكم ومعارفكم، وتشتركوا معايا في القناه الا كنتم مازال ما اشتركتوا، وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. نبداو على بركه الله الوصفه. غنحتاجو في تحضير عجينه لي شوسون نص كيلو ديال الفورص اولا جوج زلايف، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجين ولا الخميره الفوريه، ملح على حسب الذوق، شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره كتعطي لون زوين لي شوسون، جوج معالق كبار ديال الزيت البلديه، زيت الزيتون، ابيض بيضه، الاصفر غنخليو باش ندهنو بهم في الاخر، وجوج معالق كبار ديال الزبده تكون في حراره المطبخ، وغنخلطو بحليب دافي. غنخلطو شويه الخميره ونبداو نعجنو، حنا كنضيفو الحليب دافي حتى تجمع لينا العجينه. كنعجنها مزيان وانا كنزيد الحليب. وهي العجينه ديالي من بعد ما جمعتها كتجي رطبه كما كتشوفوا هانتوما. كندهنها بشويه ديال الزيت مزيان وكنخليها ترتاح واحد نص ساعه حتى بما نوجدوا الحشوه. ها هي من بعد ما خمرات وارتحت هانتوما كتشوفوا قطعت واحد الدائره وغنبدا نسرحها بالدلاك. كنديروا شويه ديال الدقيق باش ما تلصقش لينا في السطح ديال العمل. فوالا هي راه كتلصق هانتوما كما كتشوفوا كتلصق ليا في الدلاك. كندير شويه ديال الدقيق غير شويه ماشي بزاف هانتوما، وكنسرحوها مزيان. فوالا جبت انا ما عنديش قطاعه، استعملت هاد الغطايه هذه ديال واحد البواطه كنقطع بها دوائر. ممكن تستعملوا اي غطا اولا الا عندكم القطاعه. هانتوما كتشوفوا كيف تيجيو. انا درت دوائر متوسطه. كنرش شويه الدقيق وكنكمل نسرح العجينه ديالي. كما قلت لكم ضروري ترشوا شويه ديال الدقيق حيت كتلصق، حيت رطبه بزاف وهشيشه. فوالا وكنقطع مره اخرى دوائر وكنستمر هكا نسرح العجينه كامله ونقطعها دوائر. ها هي الحشوه ديالي بردات. الحشوه اختياريه، ممكن ديروا اي حاجه. انا درت البصله،
شويه ديال الخيزو محكوك والعطريه والزيتون والطون. نتوما ممكن ديروا اي حشوه عندكم. كنعمر الدائره ديالي وكنضغط عليها بحال هكا، كنضغط بالاصابع هما الاولين، وكنجيب واحد الفورشيط ولا فرشيطه وكنضغطو باش ما تحلش لينا كما كتشوفوا. فوالا ها هي طريقه سهله جدا. كناخذ دائره، كندير شويه د الحشوه وكنسرحها بشكل طولي كما كتشوفوا، كنطوي وكنبرك بالاصابع ديالي وكندوز هكا، كنضغط مزيان بالفورشيط. فوالا هانتوما كنضغط بالاصابع مزيان وبالفورشيط باش تسد. طريقه سهله بزاف، وكما قلت لكم الحشوه اختياريه. انا هذه الحشوه المعتمده عندي بزاف. كما قلت لكم بصله مشلضه، درت واحد 4 ديال البصلات مع خيزوه محكوكه والزيتون والطون والعطريه والزيت زيت العود، وما ننساش الربيع قزبر ومعدنوس. وكنستمر هكا حتى نكمل كاع الدوائر ديالي نعمرهم كما كتشوفوا. فوالا هما لي شوصون ديالي من بعد ما كملتهم غنديرهم في طاوه اللي درت ليها الورق، ورق الزبده ولا بابي سوفيريزي، ممكن دهنوها بلا ما ديروا الورق. فوالا ها هما كندهنهم بصفر بيضه اللي طربته مزيان كما كتشوفوا. وكنجيب هاد المعلقه هادي كندير هاد الخط بحال الورقه ديال الشجره كما كتشوفوا، بحال ورقه باش تعطينا واحد المنظر. وكندير بالشوكه على شكل ورقه هكا هاد الخطوط، واخا ما غيبانوش في الاخر حيت غنديروا الزرار، المهم كيبانوا شويه. فوالا وكنزينو بالزيتون كحل والزيتون الخضر مقطع دوائر. وكندير شويه الزرارع السانوج اولا زريعه الكتان اولا الزنجلان. صراحه انا كنديرهم بثلاثه حيت كل واحد ومذاقه، كل واحد كيعطي واحد المذاق خاص، ممكن ندير واحد فيهم فقط. فوالا هما ملي درت عليهم الزرارع دابا غندخلهم الفران اللي شعلته من قبل حتى يتحمروا من التحت ومن الفوق. فوالا وها هما لي شوصون ديالي كما كتشوفوا كيجيو محمرين ورائعين في المنظر كما كتشوفوا، وكيجيو لذاذ بزاف في المذاق، كنأكد هذا الشيء. فوالا هانتوما، والعجينه ديالهم سهله بزاف بزاف، ما فيهاش بزاف ديال المقادير، وكيجيو رطبين رطبين. انا غنقطع معكم شويه واحد شويه، غنقطع معكم وحده تشوفوا. هانتوما كيجيو منفوخين وهشاش، كيجيو غزالين في الفطور في رمضان طبعا. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم.
غنقطع معكم وحده باش تشوفوا كيف تتجي من الداخل. فوالا كتجي هشيشه ورطبه وخاويه من الداخل. كنتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. السلام عليكم.